مساء الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده في حلقه جديده من حلقات برنامجكم طبيب على الهوا. طبعا احنا النهارده عندنا استثناء ان حلقتنا النهارده طالعه الساعه 5 بدل من الساعه 6. موضوع النهارده اللي هنتكلم فيه موضوع مهم جدا وهو خاص بمرضى السكر. مش مرضى السكر في كل الجوانب، لكن تاثير مرض السكر على العين. موضوع مهم وموضوع بيشغل بال ناس كتير، خصوصا مرضى السكر نفسهم محتاجين يعرفوا كتير عن العمليات، محتاجين يعرفوا الوقايه منه كمان تكون ازاي. بيشرفني يكون معايا النهارده قامه علميه كبيره الدكتور اشرف ارميه، استشاري طب وجراحه العيون واستشاري جراحات القرنيه والميه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر وزماله كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور معانا النهارده، مشرفنا. احب افكر كل مشاهدينا ان ارقام التليفونات اللي هتتواصلوا معانا عليها هتكون 02 26 85 52 34 او 02 26 85 50 88. هقول ارقام التليفونات مره تانية: 02 26 85 52 34 او 02 26 85 50 88. دكتور اهلا بيك معانا. دكتور، مرض السكر عموما بيشغل بال ناس كتير، وخصوصا ان في ناس بتكتشفه بالصدفه وفي ناس بتقع في مشاكل كتير فيه. فاحنا عايزين نعرف نبذه صغيره كده عن مرضى السكر، بعد كده نعرف تاثيره على العين ايه. تمام. احنا بنقسم مرض السكر الى النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث اللي هو النوع اللي بيجي وقت الحمل. النوع الاول اللي هو بيجي تحت سن 30 سنه، ده نتيجه ان في اجسام مضاده من الجسم بتطلع تكسر خلايا معينة لإفراز الإنسولين من البنكرياس، اسمها خلايا بيتا، بتتكسر فبتبقى غير قادرة على إنتاج الإنسولين. النوع الثاني هو النوع اللي بيجي فوق سن 30 سنة، وده البنكرياس بيفرز الإنسولين لكن بيبقى غير قادر على العمل، فبنضطر نديله إنسولين من الخارج أو علاج دوائي. النوع الثالث هو النوع اللي بيحصل أثناء الحمل. المريضة بتبقى بيحصل الحمل عادي ويقيس فجأة في وقت بداية الحمل يرتفع السكر بطريقة عالية جدا وبنسميه سكر الحمل. ودي حاجة مهمة جدا ان طبيب النساء لازم يبعت المريضة الحامل لدكتور العيون. أول 3 شهور من الحمل هو أهم 3 شهور أساسية قبل ما يحصل مضاعفات للسكر على الشبكية للأم الحامل. طيب دكتور، نقدر نقول ان انا عشان اكتشف ان انا عندي مرض سكر في العموم ده بيبقى صدفة. ايه نوع التحاليل او الاشعاعات او ايا كان الموضوع ان انا اكتشف ازاي ان انا عندي مرض السكر، او تكون نقطة مهمة ان انا اكتشفه بيها ازاي؟ تمام. المريض العادي، الانسان العادي، اول ما يحس بشوية اعراض زي ارهاق شديد، عرق، فقدان الوزن، التهابات متكررة بالجسم، التهابات في الرجل وغير قابلة للعلاج، حاجة غريبة، جروح ما بتلتئمش بسهولة، كثرة التبول، يخش حمام كتير جدا. في الحالات دي بنسميها كده دي إشارة حمراء، لازم بسرعة أتأكد إن أنا عندي سكر ولا لا. الحاجة التانية إن أول ما المريض يكتشف إنه عنده سكر، عندنا حاجات معينة لازم أتأكد، يعني تحاليل معينة لازم أتابع بيها مريض السكر. أولها إن أنا لازم أعمل سكر صايم للمريض. الحاجة التانية إن لازم أشوف ضغط الدم هل كويس ولا لأ، يعني مصاحب ارتفاع ضغط الدم مع مرض السكر ولا لأ. الحاجة التالتة إن أنا لازم أعمل حاجة اسمها هيموجلوبين السكري، اللي هو بيحسب لي انتظام مرض السكر في خلال ال3 شهور الماضية، لأن دي أكتر حاجة أقدر أثق فيها أتأكد بيها إن المريض منتظم ولا لأ. الحاجة التانية لازم أتأكد من نشاط الغدة الدرقية كمان عالي ولا مش عالي. وكمان لازم أشوف نسبة الدهون، لأن من أشهر الأسباب اللي تؤدي إلى النوع الثاني للسكر هو ارتفاع زيادة الوزن عند المريض. فلازم أتأكد من الدهون الثلاثية، الترايجليسرايد والكوليسترول. ولازم كمان أتأكد من وظائف الكلى، لأن أكتر حاجتين بيأثر عليهم مرض السكر هو الأوعية الدموية للشبكية والأوعية الدموية الدقيقة للكلى. فلازم أتأكد أن وظائف الكلى سليمة كمان. طب ده نقدر نقول يا دكتور بالنسبة للكبار، يعني في أطفال صغيرة نتيجة وراثة أو جينات أو أيا كان بنلاقيهم عندهم مرضى السكر.
اول حاجه ازاي الاهل يكتشفوا عموما ان الطفل ده مصاب بمرض السكر، عشان انا ابتدي ان انا اخد حرص وان انا ابتدي ان انا اعمل تحاليل واخلي بالي من اكله واظبط السكر بتاعه؟ ازاي اكتشفه وازاي بعد كده اخلي بالي منه ما يتطورش معايا؟ سؤال مهم جدا، لان ممكن المريض يخش في الطفل الصغير يخش في غيبوبه سكر والاهل مش عارفين هو الغيبوبه سببها ايه. المريض لو كان الاب والام او العمام او الخلان عندهم سكر يتوقعوا بنسبه عاليه جدا الوراثه في الحاله دي. لازم اتابع طفلي هل بيخس بالرغم انه بياكل، هل بيدوخ كتير، هل لما بيتعور بيلعب ما بيلحمش الجرح بسرعه لازم اتاكد ان عنده سكر ولا لا. يعني لو الطفل بياكل كتير وشايف ان جسمه ما بيحرقش، وفي نفس الوقت لو بيشرب ميه كتير، بيشرب ميه كتير او بيخش الحمام كتير جدا، او بيدوخ الطفل كتير يعني بيفقد الوعي كتير، ده معناه ان السكر بيبقى عالي، ممكن يخش في غيبوبه سكر. الحاجه الثانيه ان لما عندنا نوعين من مرض السكر. مرض عشان يأثر على الشبكية، أنا عندي النوع الأولاني اللي هو تحت 30 سنة، أنا بنسبة 100% بعد مرور 20 سنة على اكتشاف السكر بيبقى في تأثير 100% على الشبكية. النوع الثاني بيبقى تأثيره 60% بعد مرور 20 سنة على الشبكية، عشان كده دي حاجة مهمة جدا. النوع الأول والنوع الثاني بيفرق على حسب درجة المريض واصلها لدرجة السكر قد إيه؟ بيفرق حسب السن بتاع المريض، حسب سن المريض. النوع الاول بنعتبره اللي هو السكر المريض حصل له المرض السكري قبل 30 سنه، والنوع الثاني هو ما بعد 30 سنه. طيب ندخل بقى في موضوعنا يا دكتور النهارده، هو موضوع تاثير مرض السكر على العين. ايه اللي بيحصل لمرضى السكر على عينهم؟ تمام. مهم قوي ان انا اول ما اكتشف ان عندي سكر، دكتور الباطني يبقى لازم في العلاج الدوائي للسكر يكون ماشي مع انتظام مع الزيارة الدورية للمريض. ليه؟ عشان مرض السكر من أهم الحاجات اللي تؤثر على شبكية العين، بداية من الارتشاح المعقولة مركز الإبصار إلى المرض السكر غير المتشعب للشبكية والمرض السكر المتشعب. الفرق ما بينهم ايه يا دكتور؟ الفروق اول حاجه المرض السكر غير المتشعب هو مجرد ظهور السوائل اللي جوه الاوعيه الدمويه اللي خلقها ربنا جوه الشبكيه، تبتدي تفقد القدره انها تفضل جواها الاوعيه الدمويه، يبتدي يخرج الدم من الوعاء الدموي الى الشبكيه يؤدي الى نقط نزيف محدوده جوه الشبكيه، او يخرج بعض السوائل تؤدي الى ارتشاح داخل الشبكيه. ده بمرور الوقت ممكن تتسد الأوعية الدموية دي نتيجة عدم قدرتها على العمل، فتؤدي إلى قصور الدم الواصل إلى أطراف الشبكية. معنى كده أن الشبكية هتدور على وسيلة أخرى للتغذية تؤدي إلى ظهور أوعية دموية على الأطراف، مش الأوعية الدموية اللي ربنا خلقها بجدارها القوي. هذه الأوعية غير قادرة على تحمل ضغط الدم داخلها، يؤدي إلى نزيف كامل جوه الجسم الزجاجي. الجسم الزجاجي هو السائل الذي يشمل تجويف العين من الداخل، فيؤدي إلى أن تحولنا من التهاب شبكي سكري غير متشعب إلى التهاب شبكي سكري متشعب، إلى حدوث النزيف داخل الجسم الزجاجي. ده الجزء الأولاني. أو يحصل للمريض ارتشاح بمركز الإبصار، ولو حصل ارتشاح بمركز الإبصار يبتدي المريض يشتكي بشوية أعراض معينة، يفقد القدرة على الرؤية الكاملة في أجزاء من مجال الإبصار مش شيء قادر يشوفها كويس، أو يبتدي يشوف شوية نقط صغيرة قدام عينه رايحة جاية، أو يبتدي يشوف أوقات يبقى شايف كويس وأوقات ما يبقاش شايف كويس. لو حصل ممكن توضح لنا معلش نقطة هنا، ارتشاح في العين يعني إيه الأول؟ يعني إيه ارتشاح؟ إحنا عندنا خلايا الشبكية عبارة عن 10 طبقات، مركز الإبصار فيه حوالي 4 طبقات، كلهم ماسكين في بعض زي الورقه كده فوق بعضهم كلهم. هم فوق بعضهم. لو زي السفنجه العاديه لما تكون ناشفه خالص، اول ما احط فيها ميه تبتدي تنفخ. هو ده اللي بيحصل في شبكيه العين، السوائل بتخرج من خارج الوعاء الى جدار الشبكيه، تبتدي سمك شبكيه العين يبتدي يكبر. هو ربنا خالق الشبكيه ليها سمك معين ما يزيدش عنه، لو زاد تبتدي الرؤيه يحصل فيها زغلله على طول. زي ما لو انا لابس نظاره وابتديت اوسخها هبقى شايف بس مش شايف كويس بوضوح. بوضوح. هو ده ارتشاح مركز الابصار.
وبعدين يا دكتور لو حصل ارتشاح، احنا لما بنتابع المريض، لما مريض السكري يجي لدكتور العيون، اهم حاجه بنطمن على كذا حاجه في العين. السكر بدايه يبتدي ياثر من الخارج الى الداخل، يبتدي ياثر على قرنيه العين، ممكن يحصل فيها ارتشاح، ممكن يحصل عتامه في عدسه العين بما يسمى المياه البيضاء، او التهابات في الجزء الداخلي للعين، او التهابات الشبكيه. لو حصل التهابات الشبكيه، احنا بنعمل اشعتين اساسيتين بنسميها اشعه تصوير قاع العين بالفلوروسين. بنعرف عن طريقها الاماكن اللي فيها نقط نزيف، والاماكن اللي فيها قصور، اللي بنعالجه قدام بشعاع الليزر. النوع الثاني، الاشعه الثانيه اللي هو الاو سي تي، اللي هو الاشعه المقطعيه على مركز الابصار، ودي حاجه مهمه جدا، بتحدد لنا السمك وصل لايه بعد الارتشاح، وايه الوسيله الاساسيه لعلاج هذا الارتشاح، سواء بالليزر او بطرق الحقن المختلفه. طب دكتور، ده ايه الفرق ما بينه وما بين التهابات الجزء الداخلي حضرتك بتقوله؟ لو اثر على التهابات الجزء الداخلي للعين. السكر لما بيأثر على القزحيه، اللي هو بيعمل التهاب قزحي متكرر، ده بيؤدي الى اغشيه العين نفسها من نتيجه وجود مرض السكر في الجسم، بيحصل فيها التهابات. الالتهابات دي تؤدي الى ارتفاع ممكن ضغط العين، أو لو استمر بتكرار يؤدي إلى مضاعفات المياه البيضاء، أو تؤدي إلى التهابات لقرنية العين. دي لما يحصل التهابات جوه العين نفسها. صحيح يا دكتور، بنسمع يعني، أنا مش عارفة ده صح ولا غلط، هل ممكن مرض السكر يوصل المريض لفقدان البصر نهائي؟ ممكن جدا. لو حصل نزيف داخل الجسم الزجاجي، اللي احنا قلنا ان السائل اللي جوه العين حصل ان الاوعيه الدمويه فرقعت، فطلع الدم بدل ما يمشي جوه الوعاء الدموي بقى جوه سائل العين. بقى نزيف كامل. النزيف ده بيتحول من سائل لجزء متليف. لو سيبناه والمريض كمان ما خدش باله، يبتدي الجزء التليف ده يبتدي يشد على الشبكيه. لو شد على الشبكيه يبتدي يحصل الانفصال الشبكي جوه الشبكيه. اهمله يؤدي لانفصال كامل. الانفصال الكامل يؤدي إلى عدم وصول الدم للشبكية بالكامل، وبالتالي فقدان البصر التام. ده ما يقال عليه برضو اعتلال الشبكية ولا اعتلال الشبكية؟ اعتلال الشبكية السكري هو موضوع كبير جدا. نهايته لو المريض ما تابعش باستمرار يؤدي إلى تدهور حالة الشبكية، يؤدي إلى فقدان البصر نتيجة الانفصال الشبكي الكامل في الآخر. طيب تقريبا يا دكتور كده الأعراض المتعارف عليها اللي حضرتك قلتها دي بالنسبة للكبار والصغار بتبقى هي واحدة؟ لو حسب، لا هو بيعتمد الأعراض السكر على طول مدة السكر في الدم، وعدم انتظام السكر طول فترة وجود السكر. يعني لو المريض اكتشف السكر عنده 10 سنين وفضل هذا الطفل غير منتظم في العلاج لغايه سن 30 سنه، يبقى انا عندي 20 سنه السكر غير منتظم. معناها ان كل الاوعيه الدمويه اللي داخل الشبكيه ابتدت تتاثر. يبقى عند سن 30 سنه هيجي لي المريض عنده تقدم سكري عالي جدا، وحصل نزيف وحصل ارتشاحات في الشبكيه، حصل شد جزء منها تليف. ده المريض اللي بنسميه مريض جاي لي نتيجة عدم متابعة دورية للشبكية. لكن لو مريض حصل له سكر عند سن 40 سنة وعرف ان هو عنده سكر وعنده ضغط وابتدى ينتظم في العلاج جدا، ده بيأخر كتير جدا من مضاعفات السكر على الشبكية. يعني انتظام العلاج الدوائي عند دكتور الباطني والمتابعة الدورية للمريض عند دكتور العيون بيؤخر كتير جدا من مضاعفات السكر على الشبكية في حياته قدام. أكيد طبعا تظبيط السكر في كل الأحوال، مش على العين بس، ده على كل جسم كله طبعا. تمام. طيب دكتور، خطوات التحاليل والفحوصات هي برضو اللي بتتعمل للأطفال زي الكبار ولا بتختلف؟ احنا بنقول ان أول ما المريض يكتشف انه عنده سكر، سواء كان تحت 30 سنة أو فوق 30 سنة، أول زيارة للدكتور الباطني يعقبها زيارة مباشرة لطبيب العيون. نبتدي نشوف قوة إبصار المريض قد إيه، هل مصاحب معاها وجود مياه بيضاء ولا لأ، هل ضغط العين عالي ولا لأ، زائد حاجة اسمها فحص قاع العين. دي أهم حاجة لازم يحفظها مريض السكر وهو رايح لدكتور العيون، يقول له أنا عندي سكر بقالي كذا 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 سنة وعايز أعمل فحص لقاع العين، حتى لو المريض لم يشتكي.
مع اول حدوث لفحص قاع العين وفحص للشبكيه، الدكتور العيون بيقول له لا انت الحمد لله ما فيش اي تقدم سكري خالص عندك في الشبكيه، هنشوفك بعد سنه. طب افرض الدكتور العيون لقى ان في عنده بوادر للنزيف، نقط صغيره بعيده عن مركز الابصار، لكن باقي الشبكيه كويسه. في الحاله دي هقول له لا، ما ينفعش كل سنه، لازم كل 6 شهور اعمل فحص دوري للشبكيه لقاع العين. طيب افرض بص الدكتور العيون مع اول زياره لقى ان الحاله لا متقدمه جدا، لا يبقى الحاله دي اقول له لا، ده انا هنعمل فحص قاع العين كل 3 شهور. يبقى مش بوجه عام بقول ان انا بعمل فحص دوري كل سنه، لا ده على حسب كل درجه واحد من مرض السكر بحدد انت هتعمل الفحص ده كمان سنه او كمان 6 شهور او كمان 3 شهور. بالظبط كده، ممتاز. هو طيب بالظبط كده. ضغط العين يا دكتور ده اول مؤشر، لو ضغط العين عالي ده اول مؤشر بيقول ان الشخص ده مصاب بمرض السكر، ولا العكس مرض السكر هو اللي بيؤدي الى ان ضغط العين يعلى؟ اغلب الحالات بيبقى ضغط العين هو نتيجه مضاعفات لوجود السكر فتره طويله، نتيجه ظهور اوعيه دمويه اللي بتظهر اللي هي غير طبيعيه قلنا عليها، بتبتدي تهاجر من الجزء الخلفي للشبكيه للجزء الامامي، فتسد الزوايا اللي بتصرف السائل اللي جوه العين، فبيعلاش ضغط العين. لكن لو قفلت المسام دي كلها يبتدي ضغط العين يعلى، اللي هو بما يطلق عليه المياه الزرقاء. لكن ممكن تحصل المياه الزرقاء مصاحبة لمريض السكر وليست مضاعفات من مريض السكر، لكن النسبة الأكبر هي نتيجة مضاعفات لمرض السكر. مضاعفات لمرض السكر. طيب دكتور، برضو بيقال ان مريض السكر معرض ان هو يكون مصاب بجلطات في الشبكية. عايزين نعرف يعني نوضح كده للمشاهدين ببساطة ايه هي الشبكية دي، وبتبتدي نتيجة مرض السكر بيحصل جلطات ازاي؟ تمام. احنا الشبكيه عندنا عباره عن، لو بصينا لمنظر الشبكيه، عندنا العصب البصري ومركز الابصار والاوعيه الدمويه داخل جدار الشبكيه. تقريبا احنا معانا كمان صوره لمنظر الشبكيه. فلما يبتدي الدم جوه الوعاء الدموي ماشي بطريقه كويسه جدا، فمريض السكر اللي هو الغير منتظم يبتدي ضغط الدم اللي جوه الوعاء الدموي يبتدي يقل نتيجه ترسبات على الجدار الوعاء الدموي، فبتقلل اندفاع الدم. ما دام الدم باندفاعه قل معناه انه يدي فرصه لتجلط الدم. اول ما يحصل تجلط الدم يبقى زي الجلطه بتقفل الوريد سواء الرئيسي او الفرعي للشبكيه، معناها الجزء اللي بيتغذى بهذا الوريد فقد القدره على التغذيه. دي الشبكيه اللي معانا كده يا دكتور، دي الشبكيه. ده الجزء ده الجزء طالع منه الاوعيه الدمويه، ده العصب البصري. والجزء الاسود ده هو مركز الابصار. تمام. اما النقط الحمراء الصغيره دي نقط النزيف اللي بتنتج نتيجه الارتشاح اللي خارجه من الوعاء الدموي. فاول ما يحصل الجلطات اللي بتحصل جوه الشبكيه يبتدي الدم يقل، يبتدي عندنا جزء او سيكتور من الشبكيه لا يشمل، ما عندوش تغذيه، يحصل له حاجه اسمها قصور في الدم اللي واصل له. القصور ده يبتدي يحصل مضاعفات، انا الدم الحته دي مش قادره تاكل من كويس، فتعمل ايه؟ تبتدي تفكر في طريقه عشان التغذيه. عشان تفكر في طريقه التغذيه، تقول طب انا هطلع وعاء دموي تاني مش اللي ربنا خلقه، الوعاء ده غير ضعيف، هيبتدي يملالي الاجزاء اللي فيها القصور. لكن النوعيه دي لو انا ما لحقتهاش بعلاجات بسرعه يبتدي تنزف، والنزيف يبقى محدود الاول وبعد كده يكبر يملالي كل العين. يبتدي المريض يجي مره يقول لي انا مره واحده مش شايف ضباب قدامي، مجرد نور لكن مش شايف اي ملامح خالص. ما دي بقى فكره دكتور، الاعراض نفسها اللي بتحصل. يعني في ناس حضرتك قلت اعراض معينه ممكن يحس بيها، لكن تمام. في ناس تانية ممكن مره واحده ما تحسش بالاعراض دي وما تكونش عارفه ان هي عندها سكر، ويحصل مره واحده انفصال في الشبكيه. تمام. ده النسبه الاكبر من المرضى السكر هم اللي بيجوا لنا في المرحله دي، انه فجاه يجي لي، يا اما يجي يقول لي ان انا العين مزغلله جدا وانا مش شايف كويس، يا اما انا مش شايف غير نور لكن مش شايف اي ملامح. مزغلله ومش شايف كويس معناها حاجه من اتنين، يا اما المريض جاله ارتشاح حاد في مركز الابصار نتيجه عدم انتظام السكر المتابعه، او يكون حصل تقدم في الميه البيضاء. تقدم في الميه البيضاء. او المريض اللي يجي لي بقى يقول لي انا مش شايف غير نور وكله ضباب، معناه انه حصل له غالبا بنسبه كبيره نزيف كامل جوه الجسم الزجاجي. دي مرحله متاخره هنحتاج معاها تدخل الجراحي عشان نقدر نشيل هذا
التجمع الدموي اللي حصل جوه العين. طيب نقدر نقول كده ان طرق العلاج بتختلف برضو على حسب كل نوع من انواع انفصال الشبكي زي ما حضرتك بتقول على حسب درجته. عايزين نعرف طرق العلاج الحديثة اللي احنا قدرنا نوصل لها بس على حسب كل درجة من الدرجات دي. تمام. احنا زي ما قلنا احنا قسمنا المرض السكري ده بدايات يا اما مرحلة اولى يا مرحلة تانية يا مرحلة ثالثة. المرحلة الاولى هو مجرد نقط نزيف في الشبكية بعيد عن مركز الابصار، ومركز الابصار لا غير يعني ما فيهوش اي ارتشاح خالص، ولحد ما الشبكيه محدوده، ده محتاج متابعه فقط لا غير. النوع الثاني ان لا ده حصل كمان غير النزيف المحدود، عندي كمان ارتشاحات في مركز الابصار، يبقى اعمل له الاشعتين اللي قلنا عليهم اللي هو اشعه تصوير قاع العين بصبغه الفلوروسين، والاشعه الثانيه اللي اشعه مقطعيه على مركز الابصار اللي هي الاو سي تي، عشان احدد فين الارتشاح وسمكه قد ايه، كثافه الارتشاح قد ايه. الارتشاح لو كان محدود وبره المركز ممكن يتعالج بالليزر، ليزر الارجون. لو لقيت الارتشاح لا ده كتير ودرجته اعلى من ارقام معينه عندنا وشامل كل مركز الابصار، ده في الحالات دي بنقول ان المريض لازم يبقى منتظم سكره عند الدكتور الباطني. الحاجه الثانيه انه يجي لي هنحتاج او انواع من الحقن. طيب دكتور استاذنك نقف عند انواع من الحقن دي عشان نتكلم فيها بالتفصيل. ناخد معانا تليفونات. معانا استاذ ظريف. استاذ ظريف اهلا بيك. اهلا باشا. اهلا بيك. اتفضل معانا دكتور اشرف. اتفضل. لو سمحت حضرتك عملت عمليه ميه بيضاء على عينيا الاثنين وزرع عدسه. تمام. في سيادتك بيحصل لي حرقان في زنجور العين واحمرار. سيادتك تسمحني بيه العلاج المطلوب يعني؟ العمليه بقى لها قد ايه يا استاذ ظريف؟ بقالها سنتين. بقالها سنتين. غالبا اللي حضرتك بتحس بالحرقان فيه ده غالبا شويه جفاف في العين بيحصل طبيعي بعد عمليات الميه البيضاء. بيحتاج بس قطرات ملطفه للعين، وده بتزيد اكتر مع الجو الحار، الجفاف بيبقى حاد شويه، فهو كل اللي حضرتك محتاجه انك نحتاج قطرات ملطفه للعين فقط لا غير. طب سيادتك ممكن تقول اسم قطرات ولا مش؟ لا استاذنك لو انت عايز القطرات وانواع القطرات احنا مش هنقدر نقول على الهوا، لكن ممكن تستنى في الكنترول او تاخد ارقام الدكتور وتقدر تتواصل معاه وهو يقول لك على انواع القطرات ايه. ميرسي اتصالك استاذ ظريف. معانا استاذ شكري. استاذ شكري اهلا بيك. يا اهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل دكتور اشرف سامعك. اتفضل بسؤالك. اتفضل يا استاذ شكري. نعم الدكتور اشرف معاه. اتفضل. سامعك. اتفضل. معاك. اتفضل استاذ شكري. مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا استاذ شكري. اتفضل. لو سمحت انا عايز اعرض حاجه متخوف منها. انا سني 67. تمام. فانا يعني عايز عندي بدايه ميه بيضاء. تمام. ايه اللي ممكن اعمله؟ طيب استاذنك دكتور نجاوب. في اي اسئله ثانيه يا استاذ شكري؟ نعم. في اي اسئله ثانيه تحب تسالها للدكتور؟ لا دي اهم حاجه الله يخليك. طيب ميرسي اتصالك يا استاذ شكري. معانا بخوميوس من البحيره. الو. اهلا بيك. اتفضل معانا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اتفضل. عايز اكلم الدكتور اشرف. اتفضل يا استاذ بخوميوس. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا عندي ارتشاح في مركز الابصار في العين اليسرى، بس انا ما عنديش لا سكر ولا ضغط. تمام. كم سنه يا استاذ بخوميوس؟ 45. وحصل امتى الارتشاح؟ يعني من فتره كده انا حسيت بغيمه سوداء وكشفت، يعني غيمه في نص العين كده. تمام. فكشفت، الدكتور قال لي هتروح لوحديها، ممكن يكون عصبيه او نرفزه. يعني كشفت تاني بعديها بفتره ابتدت تروح، بس في غيمه يعني نقط بيضه كده مزغلله. طيب انت حضرتك عملت الاشعه المقطعيه على مركز الابصار؟ عملت والدكتور قال لي في ارتشاح، بس يعني العمليه مش هتجيب نتيجه، مش عارف. تمام. احنا غالبا دلوقتي مع الطرق الجديده لعلاج الارتشاح ما دام حضرتك ما عندكش سكر او ضغط بنسميه ارتشاح محدود في مركز الابصار، وده غالبا بيتحدد بالاو سي تي. لو لقيناه انه زياده عن حجم معين غالبا بنحتاج الحقن الجديده اللي نازله بتشيل الارتشاح مره واحده خالص. طب هو قال لي يعني درجه الابصار مش هترجع زي الاول يعني. صعب ان نقدر نقول كده. احنا بنعمل المفيد والمطلوب للمريض والباقي بيبقى على ربنا طبعا. لكن لو عندنا ارتشاح بدرجه عاليه انا شايف ان احنا بنحقن وبيجيب نتائج عاليه جدا بعد كده.
ميرسي اتصالك استاذ بوخوميوس. معانا استاذه ماجده من المنيا، اهلا بيكي، اتفضلي معانا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا من ماجده، اتفضلي. لو سمحت انا عندي سكر، عندي 14 سنه عندي السكر. تمام، وحضرتك عندك كام سنه؟ عندي 48. تمام. وعملت اشعه مقطعيه، عندي رشح دم على الشبكيه. تمام. ودلوقتي وانا بمشي يا دكتور يعني مش بحجج وش البني ادم اللي ماشي قدامي، يعني اللي جاي قدامي كده مش بحجج الوش بتاعه. تمام. وانا عملت عمليه تثبيت فقرات، فالدكتور عندي قصور في الدوره الدمويه بتاعت رجليا، وباخد حقن سيرو بروتين، هل دي بتاثر على عينيا؟